اليوم هو السادس من شهر محرم الحرام، والجيوش ما زالت تتجمع في كربلاء لقتال الإمام الحسين. وشيخ الأنصار حبيب بن مظاهر يدعو بني أسد لنصرة أبي عبد الله الحسين. مع كل هاي المشاهد المرعبة، عندنا بيوم عاشوراء برز شاب وجهه يشع نورا، ووقف الإمام الحسين وهو ينظر إليه وقال بكلمات سكنت القلب ودمعت لها العيون: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه. طيب هذا منو اللي بهاي الصفات؟ إنه علي الأكبر ابن الإمام الحسين. هنا مو فقط يشبه النبي بالوجه، لا، يشبهه بالأخلاق وبالمنطق، بالحركة وبالكلام. سؤال مهم: شلون وصل علي الأكبر لهاي المرتبة؟ الجواب واضح، لأن أبوه هو الإمام الحسين، المعلم المربي الراعي الحنون. الإمام الحسين ما ربى ولد على المال ولا على الجاه ولا على عدم المتابعة والمراقبة، وإنما ربى على الحق، على الأدب، على الدين، على محبة الله ورسوله. وهنا نتعلم الدرس الخامس من كربلاء: إذا أردت ابنا مثل علي الأكبر فكن أبا مثل الحسين. اليوم كثير من الآباء والأمهات يتمنون أولاد طيبين صالحين عاشت ايدهم، بس للأسف بدون تربية، بدون قدوة، بدون متابعة، وما يدرون أنه علي الأكبر ما صار هيك إلا لأن أبوه اشتغل عليه، راقبه، علمه، وقف يمه ورباه بدموع الليل وبالقدوة. بيوم عاشوراء لم يكن علي الأكبر مجرد شاب في الميدان، كان تجسيدا لتربية الحسين. ولما سقط علي الأكبر سقط قلب الحسين بسقوطه، وقال: قتل الله قوما قتلوك يا بني، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. ثم سالت عيناه من الدموع وقال: على الدنيا بعدك العفا، يعني لا خير في الدنيا بعدك فلتفنى. هذا المشهد مو بس بكاء، هذا ألم الأب الصالح الذي يرى تربيته تموت شامخة. وإحنا اليوم نشتكي من الجيل: طيب شنو اللي سويناه؟ هل جلسنا مع أولادنا؟ هل عرفنا منو صديقهم؟ الساعة 2 بالليل يلا الابن يدخل للبيت، طيب ما سألته وين كان؟ هل زرعنا بداخلهم القيم الإسلامية والأخلاق والتربية؟ هل عرفنا شنو يسمعون، شنو يتابعون، شنو يقلدون؟ زين شرحنا لهم على علي الأكبر؟ هل علمناهم الصلاة وعلى علوم محمد وآل محمد؟ لو تركناهم للشوارع وصديق السوق والهواتف والتلفزيون. أيها الأب، إذا اشتريت سيارة مو معناته أنت صرت سائق محترف، لا. وإذا الله رزقك بولد مو معناته أنت صرت أب صالح، لازم هنا تربيه وتعلمه وتراقبه وتتابعه حتى ابنك يكون مثل علي الأكبر. وأنت أيها الشاب الواعي الحسيني، خلي علي الأكبر قائدك، ومع علي الأكبر إلى الله. ويا موفق وفق، حيدر مجيد.